اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب. النهاردة هنحكي قصة جميلة جدا جدا ويا رب تعجبكم. النهارده بسعد بصحبة أصدقائي ماسة ومحمد. أهلا وسهلا يا ماسة، إزيك يا محمد؟ النهارده هنحكي قصة عوام والحياة في سلام. في صباح اليوم التالي نهض مستر دك مبكرا وخرج من الحظيرة ليبحث عن طعام لأسرته، وبمجرد أن وصل إلى الباب لحق به عوام وقال له: أنا جاهز للخروج معك يا أبي، أحب أن أرافقك لأتعلم منك. نظر إليه مستر دك بامتنان وفرد جناحه وأحاطه به وقال له: أنت عوام ذكي وأنا أسعد برفقتك. وبينما هما في الطريق مر على ترعة يعوم فيها سرب من الأوز ناصع البياض، وعندما اقترب منهم فرخ بط أسود نهروه بشدة ونقروه في رأسه ليبتعد، وظلوا ينقرونه حتى سالت الدماء من رأسه. توجه مستر دك إلى الأوز يعنفهم ويلومهم على سوء تصرفهم، فنظروا إليه بعدم اكتراث ومضوا يسبحون في الترعة. عوام رأسه تألمه وتسيل الدماء منه بغزارة. ماذا يمكننا أن نفعل يا أبي؟ أسرع مستر دك في اتجاه الترعة ومن ورائه يجري عوام، وأخذ الماء بمنقاره من الترعة ويغسل رأس فرخ البط الأسود، وجلس إلى جواره حتى طاب وتحسنت حالته، ثم انصرف وإلى جواره عوام. مستر دك، إنما فعله الأوز ظلم شديد، فليس معنى الاختلاف أن يكره بعضنا بعضا. لقد خلقنا الله على اختلاف في اللون والشكل والنوع ليكمل بعضنا بعضا، وعلينا أن نتقبل هذا الاختلاف ونعيش مع الآخرين في سلام. لقد كفل الله لكل منا رزقه ولن يموت حتى يأخذه. عوام، لقد فهمت درس اليوم يا أبي عن التحاب، وأن يحب كل منا الآخر ويعيش معه في سلام ما لم ينله منه أذى. قولي لي يا ماسة، إيه رأيك في القصة؟ عجبتك؟ فهمتي منها إيه؟ فهمت ان ربنا كل واحد اداه ميزه، وكل واحد ليه ميزه مختلفه، مش لازم نبقى كلنا شبه بعض. تمام، بالظبط. طب ولما يكون حد مختلف عننا نتعامل معاه ازاي؟ نتعامل معاه عادي. قول يا محمد، ايه مظاهر الاختلاف بينك وبين زملائك في الفصل؟ زي ان انا طويل وصاحبي قصير، ان انا اسمر صاحبي ابيض. تمام. ان انا مثلا ان انا رفيع واحد تخين. ان انت مسلم ويكون هو مسيحي. في اختلافات ايه تاني؟ اختلافات مثلا ان انا اكون ممكن انت مصري هو مش مصري. مش في زملاء مثلا في الفصل من دول عربية؟ ايوه. ما حاولتش كده في مرة انت او شفت حد من اصحابك بيعمل مثلا شلة كده بيتنمروا على حد، يبعدوا عنه، ما يتعاملوش معاه، يضربوه؟ هل في حاجة زي كده شفتها؟ لا. يعني بلاش انت، ممكن حد من زملائك عمل كده؟ ممكن. بتتصرف ازاي معاهم لو شفت حاجة زي كده؟ بتقول لهم ايه؟ ما تتنمروش على حد، دي خلقة ربنا. يعني بدل مثلا ما نوجه طاقتنا كلها في ان احنا نتخانق، في ان احنا نعمل احزاب على بعض، ان احنا نتنمر على او نستبعد حد، طب ما المفروض نوجه الطاقه دي ان احنا نذاكر مع بعض، نراجع مع بعض. ممكن هو شاطر في حاجه انت مش شاطر فيها فيذاكرها لك، صح؟ انت عملت حاجه زي كده قبل كده؟ ممتاز.
عندي صاحبة ليا اسمها مرام سمرة، وهي صاحبتي العزيزة. وعندي صاحبة بيضة، وعندي صاحبة لونها القمح. تمام. عندك صاحبه مثلا مسيحيه وقريبه منك وبتحبيها وبتزوروا بعض وكده؟ ماريا. تمام. علاقتكم حلوه مع بعض؟ بتذاكروا مع بعض؟ لا مش مذاكرة بس حلوة. علاقتكم في الفصل حلوه. عندكم مثلا في الفصل زمايلك من دول عربيه، من سوريا، من السودان، اي حد عايش في مصر يعني وابنه او بنته في المدرسه معاكي؟ عندي واحدة من فلسطين. تمام. بتتعاملوا مع بعض ازاي في الفصل؟ بنتعامل صحاب، مفيش أي اختلاف ما بيننا. تمام. لو شفتي حد بيتنمر على حد؟ هقول له ما تتنمرش على حد، خلة ربنا. تمام. المفروض ان احنا بدل ما نضيع جهدنا في التنمر نعمل ايه؟ ان احنا بدل ما نضيع جهدنا في التنمر ان احنا نحسس المختلف عنا ان هو زينا عادي. ظهر التنمر هنا في القصة اللي حصل من مستر داك لما شاف البط الوز الابيض عور البط الاسود، عمل ايه؟ ان هو راح وعالجه، وبعديها اتشافى واخد ميه من الترع وراح جاي معالجه، وراح للوز وراح جاي مزعق لهم وقال لهم تصرفوا كده مش حلو. يعني انت شايف كان هو اتصرف بايجابيه، مش اتفرج بس من بعيد، او كان موقفه سلبي؟ لا، هو كان ان هو كان طيب وراح كده، وده حاجه اسمها تعاون. تمام، برافو. هو بيتكلم فكره القصه عن التحاب، ان احنا المفروض نحب بعض، نبقى ايجابيين مع بعض، يعني من غير تناحر، من غير خلافات، علشان حاجه ما حدش ليه ذنب فيها. مضمون القصه ان احنا لازم كلنا نعيش في سلام، الا لو حد اعتدى عليك. لو حد اعتدى عليك هترد حقك، صح؟ صح. هتسيب حقك؟ لا. صح كده؟ تمام. يبقى احنا نعيش في سلام الا اذا اعتدى عليك حد، في الحاله دي بتاخد حقك وترد. انما غير كده ما ينفعش ان احنا نختلف، تمام، عشان اسباب مش في ايدينا، لا شكل ولا نوع ولا جنسيه. مظبوط. لازم ان احنا ندافع عن لو في واحد قدامنا بيتضرب او كده. تمام. انت ايه موقفك، يعني حاسس بايه ناحيه عوام ان هو دايما ملازم لابوه وبيشوف تصرفاته وبيتعلم منه؟ ان هو كده ده بيتعلم، وابوه دوت ان هو معلم ابنه كده والحاجات زي حبه كده. تمام. انت بتعمل كده مع بابا؟ طبعا. بتتعلم منه ايه؟ اتعلم منه القرايه، ان انا ازاي اواجه الدنيا وحاجه زي كده. اواجه المشاكل واعرف اقرا وكده. ممتاز. يعني بابا اول حاجه علمك انت مثلا قراءه الكتب؟ ان انت لازم تقرا، كل يوم لازم تقرا حاجه. طب مثلا لما بتقرا كتاب بابا بيناقشك فيه؟ بيفهمني وبيقول لي الصح والغلط. قولي لي بقى يا ماسة، وانت ماشيه في الشارع، لو بابا ماشي او ماما ماشيه معاكي وشفت حد فقير في الشارع بتعمل ايه؟ بابا لما بيشوف اي حد فقير في الشارع بيديله فلوس، بس اداله كده بيخفي الصدقه. عشان حرام التباهي. ايوه. انت بتعملي ايه موقفك اما بابا بيعمل كده؟ هو ساعات اللي هو لما بابا يجي يدي صدقه انا باخد منه الفلوس وانا اللي بديها له. برافو برافو. هو كده انتوا الاثنين شاركتوا في الحسنه. دي حاجه جميله. ما فكرتيش طلعي من جيبك انت بقى؟ ولا مره. لا. ليه؟ لاني في مصروفي لما جاي اصرفه بنسى اصلا اجيبه وبلاقي. طب انا هقول لك على فكره تعمليها عشان ما تنسيش. لو انت اي مبلغ، اي مصروفك، اي مبلغ، لو شلت منه جزء النهارده جزء بكره، وانت معديه كده لقيتي فقير، او ماشيه مع ماما لقيتي حد فقير واديتي له الفلوس دي، على فكره الفلوس دي هتتشلك في الجنه اضعاف اضعاف. هنا دلوقتي موقف مستر داك لما هو اخد لقى البط راسه اتعورت، وعمل ايه علشان يعالجه، عشان يكون ايجابي في الموضوع؟ اسعفه. صح. وبعد الوز عنه زعق الوز. مظبوط. وهو كان ايجابي ان هو اول حاجه اسعفه،
مش قاعد يتكلم معاهم وسابه، اسعفه لغايه ما بقى كويس، وبعدين هو نهارهم او زعق لهم انتوا اتصرفتوا بطريقه غلط، هو ليه بتضربوه، ليه بتطردوه من الترعه، هو ما عملكوش حاجه. فاحنا القصه دي بتتكلم عن اتحاد، ان احنا لازم نحب بعض رغم الاختلاف مش في ايدينا، تمام. انما احنا مثلا لو زميلنا في الفصل مسيحي واحنا مسلمين، احنا كده اصحاب مع بعض ونذاكر مع بعض. حد من زمايلنا من السودان، من سوريا، هم اخواتنا وعايشين معانا في مصر، نتعامل معاهم كويس في الفصل. هو المهم ان احنا نبقى في الفصل فريق عمل كويس، نحب بعض ونذاكر مع بعض، عشان احنا يهمنا في الاخر تكون النتيجه فريق العمل دايما بيكسب، غير ما يكون كل واحد لوحده، ما تبقاش النتيجه هي ابدا. فريق العمل افضل، واحنا لازم نعيش في سلام، الا لو حد هو اللي اعتدى عليكي، هو اللي بدأ بالضرب، هقول لك ايه ساعتها؟ بناخد حقنا وبطريقه صحيحه، تمام. انما طالما ما حدش اذانا، ما حدش عمل لنا حاجه وحشه، فاحنا طبيعي كده لازم نعيش في سلام مع بعض ونحب بعض. انتهينا من قصة عوام والحياة في سلام. سعدت بصحبة ماسة، سعدت بصحبتك يا محمد، وإن شاء الله نلتقي في قصة جديدة وعمل جديد، نشوفكم على خير. كده خلصت حلقتنا، ويا رب تكونوا استفدتوا منها.